وصفة النهاردة من أحب الوصفات لقلبي في نواعم العيد، البسكوت بتاع النشادر بالبرتقال. أنا هقولك على المقادير كلها، أنا عاملة كمية بس أنا هقولك على مقدار الكيلو. تمام؟ ولو حابة ما تعمليهوش بالبرتقال استبعدي يعني في المقادير اللي انا هقولك عليها خطوة البرتقال واعمليه بالفانيليا عادي. حابة تحطي له روح جوز هند وتعمليه بجوز الهند مفيش اي مشكلة، ده يرجع لك انتي. بس هو في الاول وفي الاخر بسكوت النشادر المقرمش الجميل. البسكوتة يا جماعة عشان تبقى ناجحة لازم تكون بتقرمش في البق، ما تكونش طرية وناعمة، لا هي مش بيتي فور، هي بسكوتة، فلازم تكون بتقرمش كده وانتي بتاكليها وبتسقسقيها في كوبايه الشاي بلبن في فطار الصبح في العيد. كل سنه وانتوا طيبين. تعالوا بقى شوفولي شكلها من قريب، انا هوريكم شكلها ما نفشتش مني، رسمتها ما راحتش، وده اللي ياكد لك ان البسكوته اللي انت عاملاها ناجحه. واما تحطيها وتشرب كده الشاي بلبن او كوبايه اللبن او كوبايه الشاي على ما هتشربيها وما تتكسرش منك، فدي البسكوته الناجحه يا جماعه. تمام؟ تعالي شوفي لي شكلها، شوفي لي التسويه بتاعتها، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، حاجه كده تحفه. هتعمليها هتشرفك وهتعجب ولادك قوي والضيوف اللي هيشرفوكي في العيد. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا ايه. مبدئيا استحملوني عشان صوتي بس عشان البرد. بصوا انا ملكوش دعوه بالمقدار اللي انا عاملاه، انا هقولك على المقدار بتاع الكيلو بس. تمام؟ احنا عاوزين زبده بدرجه حراره المطبخ اللي هي تكون لينه معانا تماما. معانا 700 جرام زبده، ومعانا 300 جرام سكر بودره ونكون نخلينه كويس. هنحطهم في العجان، هنضربهم بالمضرب اليدوي بالمضرب الكهرباء. امهاتنا كانت بتضرب بكف ايديها عادي لحد لونهم ما يفتح تماما معانا، لحد ما يتجانس السكر مع الزبده ويدونا اللون الفاتح قوي. فانا هستخدم العجان، انتي ما عندكيش عجان استخدمي المضرب الكهرباء، الويسك العادي، المضرب اليدوي، كفه ايديكي مفيش اي مشكله. بس هي حته ايه، ان العجان بيوفر المجهود شويه والوقت. ولو هتستخدمي العجان زي كده فكل شوية هنوقف العجان ونمسك السباتيولا ونقلب الجوانب كويس جدا، علشان انا عاوزة كل الزبدة تفتحي معايا وتاخد الدرجة اللي هي ايه، مبيضة كده زي الكريمة. فاهميني؟ وعشان كده بقولك عاوزة الزبدة بدرجة حرارة المطبخ علشان تلم معاكي بسرعة. ما ينفعش تكون في التلاجة، هتتعبك قوي في انها تاخد القوام ده مع السكر. انا عامله ايه بقى؟ انا جايبه برتقان فريش وعصره، وقبل ما اعصره غسلته كويس قوي وبشرت القشره الخارجيه من غير البيضه. تاكدي ان انت بتبشريه تاخدي القشره الخارجيه الخفيفه قوي، علشان البيضه بتمرر شويه معانا في الطعم، فبلاش منها خالص اللي هي في البرتقانه. دي بتعزز لنا الطعم قوي وبتخلي طعم البسكوته طالع تحفه بتاعت البرتقان. هنا بدأ يفتحي معايا قوي. المقادير بتاعتنا فيها ايه؟ فيها 4 بيضات، انا بقولك مقادير الكيلو وهرجع اقولها لك كلها مره واحده تاني. 700 جرام زبده، 300 جرام سكر، 4 بيضات بدرجه حراره المطبخ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهقول لك بقى لسه دي انا بقول لك المقادير السايله. وهنحط ايه كمان تاني يا شيماء؟ هتنزلي مع البيض ببشر البرتقان، حوالي معلقة كبيرة كده من بشر البرتقان. مش حابة ولا هتعملي برتقان يبقى تحطي باكيت فانيليا معاه. تمام كده؟ وهنحط ايه تاني؟ طبعا احنا عاوزين ده، احنا ده بسكوت النشادر، فهنجيب مقدار الكيلو دقيق. هنعمل ايه؟ مقدار الكيلو دقيق هنحط نص كوباية حليب دافي، ده لو مش هتحطي برتقان. نص كوباية حليب دافية وعليها معلقة واحدة نشادر، وهننزل بيها بعد ما البيض يختفي معانا في القوام اللي احنا بنعمله ده. تمام؟ هنا نزلت بالبيض ونزلت ببشر البرتقان زي ما قلت لكم بالشكل اللي انت شايفاه ده. ولو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش اللايك والكومنت، ولو جديدة اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتبي لي انت منين عشان انا بحب اعرف كل اخواتي. تعالوا بقى هنا، انا هنا زي ما بقول لكم لمقدار الكيلو هنحط ربع كوباية حليب دافية وعليها معلقة ممسوحة نشادر. هنقلبها كويس قوي تبدأ تفور معانا وهننزل بيها على الخليط بتاعنا. تمام؟ انا هحط قصاد الربع كوبايه حليب ربع كوبايه عصير برتقان فريش. مش هتعملي بطعم البرتقان، هتحطي نص كوبايه حليب بس. تمام كده؟ اهو
هنا فارت معايا قوي، خدوا بالكم ما بيحط البرتقال بيفور معانا قوي، فبننزل بيه بالتدريج كده، هنقلب كده الحاجه بتاعتنا كده. المواد السايله كلها جهزت معانا، هنبدا بقى في المواد الجافه بتاعتنا وهتشوفوا هنعمل ايه. يلا بينا. هقولك على ملحوظه بقى في الدقيق بتاع المكنه، تمام؟ دقيق المكنه، الكيلو دقيق، الكيس الكيلو دقيق بنحط له معلقتين هرميين زياده على الكيلو، تمام كده؟ هنحط له معلقتين هرميين، وهنحط معانا علشان نعزز اللون بتاعنا، ولازم ننخله يا جماعة، لازم ننخل الدقيق اللي بنعمله في النواعم بتاعة العيد عموما. هنحط على كيلو الدقيق معلقتين هرميين دقيق، وهنحط معلقتين نشا علشان قرمشة البسكوتة، وعشان نخلي البسكوتة لونها طالع معانا حلو. ده اختياري، بس الحركة دي بتدينا طعم، بتدينا لون حلو قوي للبسكوتة. هنحط ايه يا شيماء؟ هنحط معلقتين لبن بودرة، وهنحط للكمية بتاعة كيلو الدقيق معلقة كبيرة بيكنج باودر، تمام كده؟ اهو هنا حطيت معلقة البيكنج باودر، وحطيت معلقتين اللبن البودرة، وطبعا ذرة الملح بتاعتنا. وهنقلب المواد الجافة بتاعتنا كلها، وهننزل بالخليط اللي احنا جهزناه، وهنبدأ نلم بأطراف ايدينا. البسكوت ما بيتعجنش يا جماعة، وعموما كل نواعم العيد ما بتتعجنش، احنا بنلمها بس بطراطيف ايدينا علشان ما نعملش عرق للعجينة بتاعتنا وتبوظ مننا. حاجة غالية وبتبقى مكلفة. هنا اتلمت معايا زي ما انت شايفة كده، مش بتشقق، مش بتلزق في الايد اهي. دي عجينة ناجحة 100%. هجهز المكنة بتاعتي وهبدأ اشتغل بقى وهوريكم. بصوا الرسمة زي ما بتتعمل، شايفين الرسمة؟ ما بتنفش بقى ولا بتنفخ ولا الحاجات اللي ايه، الغلطات اللي بتطلع مع الناس اللي مش ظابطه مقاديرها. ظبطي المقدار بتاعك وهتطلع معاكي ناجحه. هي بصوا انا برصها طبعا كلها مش شبه بعضها، بس هعمل ايه هتشوفوا دلوقتي. وانا بعد ما برص البسكوته بتاعتي، بجيب السكينه بتاعتي او بتجيبي القطاعه وبتظبطي الاطراف بتاعتي كلها، بس برص الصاج بتاعي. تعالوا بقى نتكلم في حته التسويه. التسوية طبعا انا ببقى مشغلة الفرن قبل ما ابدأ في اي حاجة على درجة حرارة 180 زي ما بنسوي الكيك بالظبط. وهنحط البسكوت في الرف الاوسط. واحسن حاجة تسوي فيها النواعم بتاعتنا يا جماعة الصاجات الالومنيوم، باكد عليكم كل فيديو، الصاجات الالومنيوم احلى صاجات تسوي فيها المعجنات عموما، البسكوتات، الكيك. فهي احسن خامة ان احنا نسوي فيها في الفرن، بتطلع الحاجة التسوية مظبوطة 100%. شايفين الرسمة والشكل عامل ازاي؟ وهوريكم الحاجة ما تطلع، هتطلع نفس الشكل يا جماعة. البسكوتة طالعة جميلة خفيفة هشة كده، زي ما انتوا شايفين. هتشوفوا دلوقتي شكلها هي زي ما هي نية كده، زي ما هتطلع مستوية مع اختلاف اللون طبعا. يبقى سريعا واحنا شغالين كده هقول معاكم المقادير تاني، ورقة وقلم كده وسجليها عشان ما تغلطيش. مقادير الكيلو بسكوت: كيلو دقيق ومعاه معلقتين هرميين دقيق، تمام؟ ومعلقتين نشا، وعليهم معلقتين سكر بودرة، معلقة كبيرة بيكنج باودر، وذرة الملح. دي المواد الجافة. هنيجي للمواد التانية اللي هي احنا بنخفقها كلها بايدينا او بالمضرب، اللي هي ايه يا شيماء؟ 750 جرام زبدة، عليهم 200 جرام سكر، عليهم 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. انت حابة بقى تحطي فانيليا، تمام. حابة تحطي روح برتقان وعصير برتقان، تمام. حابة تحطي روح جوز هند، مفيش اي مشكلة، انت الطعم ده يرجع لك انت، تمام. بنحط على الكيلو دقيق نص كوباية حليب، نص كوباية حليب دافية، عليها معلقة نشادر، تمام كده. لو هتحطي اي طعم معاكي بتغيري ايه، لو مثلا هتعملي برتقان زي ما انا ما عملت، بيبقى ربع الكوبايه حليب وربع الكوبايه عصير برتقان فريش، تمام كده. وبعتذر عن الاصوات اللي هتسمعوها، سواء اصوات اطفال سواء اصوات ناس، فانا مش عارفه اخر الفيديو عن كده ان انا منتجه، والاطفال كتير وعاملين دوشه في الشارع. بس هنعمل ايه بقى؟ اتعودوا معايا على الدوشه دي، تمام. وطبعا يعني احنا مش نساء خارقات علشان احنا نعمل البسكوت بتاع المكنه ده لوحدنا، استحاله استحاله. انت لازم تستعيني بصديق، بنتك،
ابنك، زوجك، اي حد معدي في الشقه، تعالى لفلي المكنه بس كده. لكن احنا ان احنا نعجن ونعمل ونرص في الصاجات ونقف التسويه بس لوحدها في الفرن. انا يا جماعه من الناس اللي ما بعترفش بالتسويه في الافران بره. يعني في ناس كتير قوي بتبعت تسوي بره، لا انا بحب اسوي حاجتي بنفسي علشان التسويه بتاعتها اطلعها مظبوطه 100%. وهقولك سريعا على الأخطاء اللي بتخلي البسكوتة تنفش وتهيش منك والرسمة تضيع منك. الأخطاء اللي انت ما تعمليهاش ايه هي؟ اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي محمد رسول الله. أول حاجة البيكنج باودر معلقة واحدة ممسوحة، مش أكتر من كده. ما تقوليش لا أحط الكيس أحط معرفش، لا خالص. النشادر معلقة واحدة ممسوحة، وما تحطيش اكتر من كده. زودتي النشادر زودتي البيكنج باودر، نفش معاكي البسكوت والرسمة راحت منك وبقى عامل معاكي زي السفنج. تمام كده؟ انا باكد عليكي دي الحاجات اللي بتبوظ منك البسكوتة بتاعتك. المقادير امشي عليها، وما تقوليش هحط بالبركة كده وازود البيكنج باودر ازود النشادر، دول اللي بيدمروا منك الوصفة بحالها. اتفقنا؟ واهم حاجه برضو ان انت تكوني جايبه النشادر البيكنج باودر من مكان كويس، وعارفه ان حاجته فريش وحلوه كلها طازه وكويسه، علشان تبقي ضامنه النتيجه الناجحه معاكي 100%. زي ما قلنا سويناه، شايفه لي بقى شكل البسكوته. التسويه انا بحطه في الفرن على الرف الاوسط. تمام؟ زي ما قلت لك درجه حراره 180، بياخد معايا حوالي ربع ساعة. وبعد كده بشغل الشواية خفيف قوي علشان ايه؟ تديني اللون اللي هو محمر شوية من فوق ده. انا بحب لونه كده، لكن في ناس عادي خالص بيبقى لونه اللي هو الذهبي بس كده الفاتح قوي. براحتك انت، التسوية دي ترجع لك. لكن انا بحب الونه شوية كده واخليه محمر شوية من فوق. يعني ايه؟ البسكوتة بتبقى مقرمشة، فاللون كمان معاها بيبقى الدنيا ظابطة قوي. تمام؟ وبتسيبيه طبعا متهوي في الصاجات. الحاجات يا جماعه النواعم بتاعتنا لازم نسيبها متهويه في الصاجات تبرد، نغطيها لتاني يوم قبل ما نعبيها في العلبه. انا باكد عليكم المعلومه دي في كل وصفه بنزلها، لازم حاجتنا تبرد تماما. وعشان نبيتها ما تبقاش مكشوفه كده في الهواء، لا نغطيها بحاجه نظيفه ونسيبها لتاني يوم ونعبيها. سواء كحك سواء بتيفور سواء بسكوت، سواء منين بالعجوة ايا كان. شايفين لي اللون بقى؟ انا بحب اللون ده. شايفين الرسمة؟ شايفين السمك بتاع البسكوتة؟ دي البسكوتة الصح 100%. انا بأكد لك والله ما شكرانية في نفسي، بس انا متعودة ده بسكوتي بيطلع كده وما بغيرش مقاديري ابدا. هجيب بقى علبة الحفظ بتاعه بنرصه، ده بنرصه ما بنحطش حتى طبقات ما بينه. يعني الكحك انا بحط الكياس اللي هي اللي بتاعت التلاجة بقصها واحطها ما بينهم. البيتيفور نفس الوضع، الغريبة نفس الوضع. لكن البسكوت لا، هو كله مقرمش وجميل. وزي ما قلت لكم احنا بيتناه وسبناه، هرص كله فوق بعضه كده. بس العلبة تكون من فوق اما تيجي تقفليها ما تضغطيهاش جامد علشان ما تكسرش البسكوتة بتاعتك. وبسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتوا شايفين النتيجة، الصورة بتتكلم عن نفسها. وعاوزة اقولك على حاجة سريعا. لو انت بقى عاوزة تعملي البسكوت بالكيس ما عندكيش مكنة، تمام؟ عشان انا ايه، انا مش هصوره، انا هعمله بس مش هصوره. انا هقولك يا ستي على كام ملحوظة. البسكوت بتاع الكيس ما بيتحطلوش بيكنج باودر، ده اول حاجة. ولا نشادر، لا بيكنج باودر ولا نشادر. بيتحط له سواء سمنة او زبدة. وبتقللي مثلا لو هتعملي كيلو دقيق، بتشيلي من الكيلو معلقتين ممسوحين علشان العجينة تبقى معاكي لينة وزي المية. زي كده ما بنعمل العجينة بتاعت البيتيفور بتاع المكنة، بنبقى ظابطين كيلو الدقيق. لكن اما بنيجي نعمل كيلو البيتيفور بتاع الكيس، لا بنشيل معلقتين كبار دقيق عليه. عشان لما بتستخدمي الكيس في اي عجينة لازم يكون العجينة لينة معاكي بتلزق وطرية قوي علشان ما تتعبش ايديكي في التشكيل. تمام؟ ولو حابين المقادير بتاعه الكيس قولولي وانا هكتبها لكم في بوست حتى، انزلها لكم. لو انتوا حابينها برضو اكتبوا لي في الكومنتات، انا هكتبها لكم في بوست وانزلها لكم. انا عملته بصراحة بس ما صورتوش، انا عملته شوكولاتة وعملته فانيليا، بس للامانة ما كانش يعني ايه سامح معايا الوقت ان انا اصور.
بس حبيت اصور لكم اللي امهاتنا كلهم بيعملوه، بسكوت النشادر، اللي يعني 90% من المصريين بيعملوه. بسكوت النشادر ده طلعنا اتربينا عليه، والمكنه دي من واحنا اطفال كده طلعنا وعينا بنلف المكنه كده لامهاتنا كلنا، فده اللي طلعنا اتعودنا عليه، فقلت اعمله لكم عشان 90% زي ما قلت لكم المصريين بيعملوه. لو حابين التاني اكتبوا لي في الكومنتات برضو وقولوا لي، وانا هعمله لكم بامر الله. بعتذر جدا 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 على صوتي ده، وادعوا لي بس البرد اللي عندي ده يمشي. احسن ايه يعني، حاجه صعبه قوي بصراحه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي محمد رسول الله. وان شاء الله الوصفه اللي جايه هعمل لكم شويه غريبه بقى، يعني بصوا حاجه كده قمر. وبرده بامر الله هعمل لكم، هصور لكم بسكوت اللانكشاير، انا بعمله برده بيبقى تحفه وعندي بيحبوه قوي، برده ده هصوره لكم. وقولوا لي، انا مصوره لكم السنه اللي فاتت واللي قبلها، مصوره لكم المنين بالعجوه، حابين اصوره لكم السنه دي؟ انا لسه ما عملتوش، انا مخليه اخر حاجه عشان انا بحب اخدمه قوي بقى ايه، واعمله بمزاج كده، وبعمل منه كميه كبيره بصراحه، عشان الحاج صاحب البيت اكتر حاجه بيحبها في نواعم العيد المنين بالعجوه ده، فلازم يتعمل مخصوص. فلو حابين اصوره لكم برده السنه دي، اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي، تمام. ولو وصلتوا معايا لحد هنا بقى وما حطيتوش اللايك، لو سمحتي حطوا اللايك، لا اطلع مني الشاشه اضربكم على ايديكم واقول لكم حطوا اللايك، تمام. اهو هنا بقى، تعالوا بقى شوفوا طريقه التقديم. انا قدمته هنا في طبق، وحبيت اوريه لكم من قريب. شاي بلبن مع بكام بسكوته كده، دول بقى في فطار العيد حاجه تحفه. في ناس تحب تفطر في العيد يا جماعه البسكوت ده قوي، في ناس تحب القراقيش، في ناس تحب القرص، على كل واحد ما ايه، على حسب كل بيت ما تعود يفطر ايه، بس في ناس ليها طقوس كده في الفطار. احنا اللي بنحب ناكل البسكوت الصبح ومعاه المنين بالعجوه، دي اهم حاجه عندنا في الفطار الصبح. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، بحبكم في الله.